بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل الزلابية مع بعض. طبعا جاي رمضان وكلنا بنحب الزلابية والحلويات، وده شيء اساسي، طبق اساسي في رمضان. هنجيب كيس خميرة فورية، معلقة سكر، نص معلقة ملح، ومية دافية، ونعجنهم. ندوب الخميرة مع السكر والملح، وبعدين ننزل عليهم بالدقيق، ونعجن العجينة لحد ما تبقى طرية، ما تبقاش عجينة ناشفة زي عجينة البيتزا، لا تبقى عجينة طرية بتلزق في الإيد كده. وبعدين نضيف عليها شوية زيت زي ما انتوا شايفين اهي، ونساوي العجينة ونغطيها ونسيبها لحد ما تختمر. يعني هي كده نص البولة، ممكن تبقى البولة ناقصة شوية تبقى ايه خمرت. هوريكي، هنغطيها دلوقتي ونسيبها قد ربع ساعة، وبعدين نرجع نشوفها سوا. أهلا بكم في قناتي بنت العمدة أم يوسف. ما تنسوش الاشتراك ولايك جميل منكم للفيديو لو عجبكم. ها، ادي عدى كده ربع ساعة، شوفي بسم الله ما شاء الله اهي خمرت وملت البولة لفوق اهي. شايفين الفقاقيع اللي فيها؟ هنجيب طاسة نضيفة ونصب فيها الزيت ونسيبه يسخن، يسخن كويس. ونجيب طبق صغير وفيه شوية زيت ومعلقة زي ما انتوا شايفين كده، وتمسكي العجينة في ايدك، تسمي الله، وبايدك الشمال كده تضغطي العجينة فتطلع كرة صغيرة، تقطعيها بالمعلقة وتحطيها في الزيت زي ما انت شايفة كده بمنتهى السهولة. في ناس بتحط المعلقة دي في شوية مية ساقعة، يعني تقطع وتغسل المعلقة، بس ده بيخلي الزيت يطرطش عليكي وتتلسعي. لا، احسن ان انت تحطيها في شوية زيت كده، اسهل بكتير. او زي ما انت شايفة، بس تقريبا ما كانش الزيت سخن كويس قوي يعني اهو، بس هتنفش وتحمر وتبقى زي الفل اهو. امسكي العجينة كده بكل ثقة، ما تخافيش. خدي شوية عجينة جوه ايدك واضغطي، هتطلع كرة صغيرة من فوق ايه، تروحي قطعاها كده بمنتهى السهولة وتنزليها في الزيت. شايفة اهي؟ مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة تخوف اهو، شايفة؟ بمنتهى السهولة. قطعي وتحطي في الزيت لحد الطاسة ما تتملي طبعا، وبعدين تغسلي ايدك وتجيبي شوكة او حاجة وتقلبي بيها الزلابية. بسم الله ما شاء الله اهي. بعد ما تقلبيها، يعني انت ممكن تبقي مهدية النار وانت بتقطعي العجينة، بعد كده تعلي النار شوية وتقلبيها تحمر، بس ما تسيبيهاش لحد ما تحمر خالص في ناحية وبعدين تقلبي على الناحية التانية. كده مش هترضى تستقر في الطاسة، هتفضل ترجع تاني على الناحية اللي كانت عليها الأول. بس انتي قلبيها، بمجرد ما تخلصي تقطيع تتملي الطاسة، قلبي على طول وهي لسه لونها يدوب فاتح، وبقلبيها مرة كمان. في كمان يعني لو انت عايزاها مقرمشة قوي، تضيفي مع العجينة معلقتين نشا، واللهم صل على سيدنا محمد، تضيفي مع العجينة معلقتين نشا، وبعد ما لونها يعني تتشمع كده الزلابية، يعني تستوي تلات ارباع سوا او نص سوا، طلعيها على ورق مطبخ وتسيبيها تتصفى شوية من الزيت. يعني تسيبيها تبرد كده، تعملي طاستين تلاتة وبعدين ترجعي تحطيهم تاني. كده بتبقى مقرمشة قوي وبتشرب كويس من الشربات وبيبقى طعمها تحفة. بس احنا عشان عايزينها تبقى طرية، فانا هقليها مرة واحدة. يعني احنا عايزينها تبقى فيها لبة من جوه طرية، مش عايزينها ناشفة مقرمشة قوي اهي. شايفين شكلها؟ ولا عجينة بتقع في الزيت ولا اي حاجة. تسيبيها على النار وتقلبيها لحد ما توصل للسوى اللي انت عايزاه، لحد ما تبقى خفيفة كده وحمرت من كل ناحية. تكون عندك الشربات بارد في التلاجة. يعني عادة بنعمل الشربات، بنجيب كيلو سكر ونعمله شربات، ويعني كيلو سكر نحط عليه نص كيلو مية، ونعصر عليه ليمونة ونغليه على النار لمدة ربع ساعة. من بعد ما تغلي الحلة سيبيه ربع ساعة، وبعدين يبرد وتصفيه في ازازة وتقفليها وتحطيها في باب التلاجة. كده ممكن تقعد معاكي شهور في باب التلاجة ما بتبوظش. تطلع الزلابية سخنة وتصب عليها الشربات بارد زي ما انت شايفة كده، وده الشكل النهائي. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي.
ما تنسوش تعليق حلو منكم والاشتراك في قناتي اللي ما اشتركش فيها، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.